فيديو لمواطن مصري في المغرب مصدوم ان مسموح يصور قدام القصر الملكي في المغرب بشكل طبيعي، وانه سأل الضابط اكتر من بره ويقول له احلف ان التصوير هنا طبيعي. الضابط يقول له يا ابني، ويضحك ويقول له اتصور عادي. صدم من كتر ما هو عاش في الضلمه في مصر والرعب، والتصوير في مصر عامل ازاي مش عادي. بجد ما تضحكش عليا، انا غلبان، انا جاي من بلد لا ليا كرامه ولا ليا قيمه ولا ليا اي حاجه، احنا متداسين بالجزم. تخيل ان المغرب الشقيقه المستوى النفس فيها قد مصر 10 مرات. المغرب الشقيقه والحبيبه. فناس بعتت لنا رسائل كتير تقول لنا ده احنا مش بس بنتصور قدام القصر، ده في اجزاء كبيره جدا من القصور الملكيه المغربيه متاحه للناس، وبنقعد يا معتز بجنان القصر. انتوا ازاي قابلين كده في مصر؟ ده اشقائنا المغاربه اللي مش في اوروبا ولا عندهم انتخابات ولا عندهم مجلس شعب بجد، وعندهم يعني هباب قد هبابنا، ومع ذلك بيشفقوا على الغلابه اللي في مصر من الاجرام اللي بقينا فيه. هذه بوابه القصر الملكي. والان نتجول داخل القصر. الان يا سيد معتز داخل القصر الملكي بمدينه مراكش. هناك طريق للعموم داخل القصر، وهذا هو القصر. هذا هو القصر الملكي، وهذه جردة القصر. هنا يلعب الأطفال. هذه أشجار القصر داخل القصر الملكي بمدينة مراكش. أبواب القصر. هذا منتزه القصر. يكون هناك في العطل عائلات وأطفال يجلسون هنا في العطل في أيام الأحد والسبت. هناك أناس يجلسون في الأماكن الخاصة بالقصر داخل القصر. هناك الناس يتجولون داخل القصر. عندها تسجيل الشقيق المغربي، بشكره جدا، لكنه مسجل في الهوا يعني، فعشان كده الصوت عامل كده. فانا بقول لك شايف انت الوضع في يعني مشتركات بيننا كبيره جدا جدا جدا، كلنا في الهم شرق، لكن في حتى ذكاء في التعامل، مش طز في الناس. على الاقل لازم في قطاعات تحبني، انما احنا عندنا لا قطاعات يبقى عندها كرامه، الناس تشعر ان عندها فرصه انها تقول حاجه كده، يعني في ذكاء. انما انا معايا الدبابه بالسلاح يخبط دماغه في الحيط مالوش اي حاجه، ويفهم ان هو عبس اللي شغاله في القصر عشان ما حدش يتصور. فلما تصور قبضوا عليه، يقول لك انا ببني القصور عشان مصر. يا اخي ده حبس شاب بتهمه الارهاب بسبب تصوير فيديو في حديقه قصر الرئيس بالعاصمه الاداريه. قبضوا عليه. قررت نيابه امن الدوله العليا حبس شاب يدعى كريم صفوت 15 يوم على ذمه التحقيقات بتهمه الانضمام لجماعه ارهابيه بعدما صور فيديو في حديقه القصر الرئاسي بالعاصمه الاداريه الجديده. مشهد من مشاهد عدم احترام هذا الشعب بعته لنا مواطن مصري كان بيزور المغرب برضه. الناس المقارنه بتفرض نفسها عليهم فرضا. احنا بعيد قوي يا سيد عن اي حاجه، احنا بقينا في زريبه حرفيا. ده مواطن مصري بيتكلم عن موضوع الشواطئ المفتوحه في المغرب. السلام عليكم يا استاذ معتز، اخبارك عامل ايه؟ بس يا استاذ معتز، هنا الشواطئ ناس محترمه طبعا في الحته اسمها المحمديه تبع المغرب، كازابلانكا، المحمديه كازابلانكا. ده المكان ده جديد، شفت الادميه اللي عاملينها للناس. يعني هناك الشاطئ، ولما المكان ده لسه عاملينه جديد للشعب يجي يلعبوا ويتمتعوا وكده. احنا في مصر في دمار، الجيش سرق كل حاجه خلاص. والله يا استاذ معتز مش عارف اقول لك ايه، يعني المغرب بلد يعتبر عرب وزينا، حريه يا استاذ معتز. الشعب عشان يلعب وينبسط على البحر في الهواء الطلق. اتفرج يا استاذ مساح، اقول لهم كورنيش محترم الحمد لله، ربنا ينصرنا يا رب. ممشى بر مصر او تحيا مصر او اي نيله على دماغ اللي خلفوكم قال لك هنعمل ممشى وبتاع ب 20 جنيه، انا ما اعرفش بقى ثمنه عامل ازاي. الجيش كل جنرال بقى عايز حته على البحر، الجيش غرق البحر واستعبد البحر وعسكر البحر زي ما تعسكر كل حاجه في مصر. 10 كيلو جنب الطريق، يخرب بيتك، احنا عبيد فعليا. حتى الشواطئ اللي هي حق الناس مالكش انك تتنفس، لا نيل ولا بحر. حتى كورنيش المقطم اللي الناس كانت بتبص على القاهره من فوق قفلوا
الناس بعتت لنا رسائل بتقول لنا ايه الجنون ده؟ الناس اللي بتزور المغرب المصريين مش اتصدموا بس من قصة موضوع التصوير، فكرة تعامل الشرطة. الشرطة هناك بتحبس وفي أمن سياسي خطير جدا ومخابرات وكل حاجة فيه، لكن تعامل الشرطة، أي حد بيخرج من مصر في أي مكان بيتصدم إن التعامل. أنت عارف 10 سنين من اغتصاب الشعب وإخصاء الشعب المصري، أقولها بكل أسى، إخصاء الشعب المصري، إخصاؤه. يعني الجيش كان عنده خطة لإخصاء الشعب المصري عشان يتوب ويفهم إنه عبيد، ما يفكرش يعلي حاجبه على أسياده تاني. فالناس لما بتطلع بره بتذهل لأنها نسيت الحياة الآدمية أو الإنسانية، اختفت من مصر. فبقى ينبهروا من تعامل الشرطة المغربية مع الناس، مش الفرنسية ولا الألمانية ولا أي حاجة، الشرطة المغربية اخواتنا يعني وأهالينا وزينا زيهم. في حاجه لاحظتها وحابب اقولها وحاجه حلوه جدا. انا من ساعه ما جيت هنا ولاحظت ان الشرطه محترمين جدا 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 مع الشخص. ماليش دعوه باي شرطه ثانيه في العالم، انا بتكلم على اللي انا شفته هنا. أنا بيتكلم تفتكر لأن الشرطة ما عجبتوش في موريشيوس. موريشيوس كانت الشرطة رخمة جدا، مالناش دعوة بأي شرطة شفناها في العالم. هو بيتكلم على الصدق والصدمة. شاب تين ايج لسه صغير مصدوم لما شاف العالم الطبيعي. هو صحي اول ما بلغ شاف بلد حقيرة جدا، قعدت 5 سنين قافلة، ولما قررت بقت تعمل حارة للتصوير، اولها مخبر واخرها مخبر، ولو غلطت ودخلت صورت يعني هي حارة كل 50 كيلومتر تحت. ده بعد محاولات بقى وربط، ومجلس الشعب ما بيتذاعش حلقات وكل حاجة مغلقة، وافتح وما تتكلمش، واللي يعمل صورة يتنفخ، والمواقع محجوبة، والشعب متهان، والشرطة متجبرة، والوساخة والنجاسة غير مسبوقة. فلما طلع بره شاف المغرب الحبيبة والغالية اتصدم، مش مصدق اللي شافه. محترمين بطريقه رهيبه جدا، بيتعاملوا بطريقه محترمه. لو في حاجه ممنوعه بيجي يقول لك استاذنك ممنوع كذا، بيضحك ولطيف وبيعاملك باحترام، اللي هو انا مش مصدق. يعني هنا انا حبيت الشرطه. قلت لك الفرق. لو تذكر تلك الجملة المتواضعة اللي ربنا، كل ده فضل من ربنا علينا لا نستحقه، اللي قلتها لحضرتك ببساطة جدا. تنزل بلد تعرف حاجتين فورا: مستوى الفساد، ودي بلد بجد ولا زريبة، بحاجتين. مستوى الفساد من الاسفلت بتاع البلد. لما تلاقي الاسفلت في عمومه كويس اعرف ان نسبة الفساد في الحدود المقبولة. حدود المقبولة، لان الاسفلت كله في العالم كله من فوق شبه بعضه بداية. يعني لأي ناس بسيطة كده لما تشوف الاسفلت تلاقي الاسفلت بتاعه. بعد شويه بتظهر العيوب، بتظهر السرقات، واكتر حاجه تتسرق واكتر بند بيتسرق منه في العالم هو الاسفلت في الدوله. يعني ليه؟ لانك بتسفلت على طول وبتعمل ومسافات طويله وقصه كده. طيب تاني حاجه تعرف ان دي بلد ولا مش بلد ايه؟ من عربيه الشرطه. اذا الناس شافت عربيه الشرطه فشعرت بالامان والراحه تهللت وجوههم، فافهم ان دي بلد طبيعيه. إذا الناس شافت عربية الشرطة فقالوا سلام قول من رب الرحيم، كل واحد على دينه أو بلغته، وأصيب بالرعب. بتكلم عن الناس الطبيعيين مش الحرامية. وأصيب بالرعب وقال يا ساتر، افهم إن دي زريبة تم القضاء على إنسانية الناس فيها. افهم إن هي محكومة بالحديد والنار وحكم عسكري قذر ونجس. ببساطة يعني. واحد لما شاف عربيه الشرطه بقى عايز يبوس الظابط من جوه. مغربي